حبايب فاطمة، الفيديو ده مش صدفة، يمكن هو رسالة للي مستنياها بقالها كتير. كان في ست بسيطة اسمها أم حسن، عاشت عمرها كله بتدي وتضحي وتصبر، وجوزها كان عصبي وأولادها كبروا واتجوزوا وكل واحد فيهم مشغول بدنيته. يوم عيد الأم كانت قاعدة لوحدها على الكنبة، مفيش لا تليفون يرن عليها ولا باب شقة خبط عليها، بس كانت مبتسمة. سألتها واحدة جارتها: انتي مش زعلانة ان ولادك نسيوا اليوم ده؟ ردت وقالت لها: انا علمت ولادي يكونوا كويسين في بيوتهم، مش شرط يفتكروني كل يوم، كفاية انهم ماشيين صح. العبرة من القصة مش دايما اللي بيسأل علينا يبقى بيحبنا، واللي ما بيسألش علينا يبقى ما بيحبناش. مش كل اللي بنعمله لازم يرجع لنا فورا، اوقات بتكون التضحية في السر والجزاء من ربنا مش من البشر. خلي نيتك دايما لله، وساعتها حتى لو الدنيا كلها نسيتك ربنا عمره ما هينساكي. لو القصة دي لمست قلبك ابعتي الفيديو لحد محتاج يسمع الكلام ده، واشتركي في قناتي حكايات فاطمة عشان نسمع سوا الحكايات اللي فيها طبطبة وأمل وكلام من القلب يوصل للقلب. صلي على الحبيب قلبك يطيب.